لما تيجي تعملي صينيه كنافه، اول حاجه تبداي بيها هي الشربات، عشان لازم الشربات بتاعك يبقى بارد تماما والكنافه سخنه. صينيه الكنافه هتاخد كوبايه ونص سكر، المقادير بتاعتي كتيره لان انا عامله اكتر من صينيه، فانا هديكي مقدار الصينيه بس. هتاخد كوبايه ونص سكر، زيها كوبايه ونص ميه. تدوبي كل السكر والميه دول على البارد الاول قبل ما ترفعيهم على النار، وبعد كده هتديهم عصره ليمونه، وتقلبي بقى الليمون مع السكر دوت، وبعدين ترفعيه على النار. تسيبيه لما يغلي على النار والسكر يدوب خالص ويأثر كلمته تقل واللون بتاعه يبقى اغمق سيكه كده، بقى السكر بتاعك تخن كده وظريف، هو ده سكر الكنافه. المقصود يعني بتخن ان القوام بتاع الشربات بقى سميك شويه. بجيب ظرفين من الفانيليا واحطهم على السكر ده، وتشم ريحه تحفه، وتطفي النار وتنكنيه على جنب لما يبرد. باجي بعد كده بعمل كريمه الحشو. كريمه للصينيه الواحده برضو، كل اللي هقوله لك ده تاخدي منه معلقتين كبار. هنجيب معلقتين كبار من النشا، عليهم معلقتين من الكريمه الشانتيه، الكريمه المعلبه العاديه ديت، وظرفين من الفانيليا بتاعتنا، وعليهم معلقتين من اللبن البودر. وتحلي بقى بشويه سكر صغيره. مش بتحبي الحاجه حلوه قوي يبقى ما تحليش الكريمه ديت، اديها يا دوبك معلقه سكر واحده بس. لو بتحبي الحاجه حلوه كده وظريفه يبقى تحطي معلقتين من السكر علشان تعادل بعد كده الشربات. ونضيف للكلام الجميل دوت كوبايه ونص من اللبن. ندوب بقى كل الكلام دوت على البارد ونرفعه على النار. نفضل بقى نقلب فيه على النار كده، ايدينا ما تسيبهوش لحد ما يتحول معايا للبودنج التحفه اللي قدامنا ده. بصوا مهلبيه روعه، والقوام الكريمي ده هو اللي انا عايزاه. اركنيه على جنب بقى يبرد، وتعالي نشوف الكنافه دي انا مبيتاها من امبارح في الفريزر. مسكت نفسها شويه، بجيبها بقى بقطعها كده كام قطعه مع بعض، واجيب الكبه واحط بقى الكنافه في الكبه، واضربي بقى اضربي ما يهمكيش. الكبه شغاله لحد لما تقطع لي الكنافه. الكبه افضل حاجه من انك تقطعي بايدك او بسكينه. بصوا هي هتنعمها لي خالص، انا عايزه بقى الشعر الصغنن الناعم ده. هو كده هيديني كنافه تحفه. نص كيلو كنافه هضربه على مرتين في الكبه، وانتي وقوه وحجم الكبه بتاعتك، ممكن كبه تبقى اصغر تاخده معاكي على 3 او 4 مرات. النص كيلو والمقادير اللي انا قلتها ديت هتكفي معايا صينيه مقاسها 30. نقلت بقى الكنافه بتاعتي في بوله كبيره علشان تبقى غويضه واعرف اقلب. بنزل عليها بمعلقتين 3 من السكر عشان تديني اللون الاورنج التحفه، وكوبايه بقى من السمنه السايحه. وشمري وصلي على النبي، وادخلي بقى شربي كل الكنافه ديت السمنه. كل ما تدي الكنافه سمنه كل ما الكنافه تطلع معاكي طعمه وطريه وحاجه تحفه. شربت كل الكنافه السمنه زي ما احنا شايفين، ولونها بقى معايا بالتحفه اللي احنا شايفينها دي. اركنها على جنب، واجيب الصينيه بتاعتي دهناها سمنه كويس، وابدا افرد اول جزء من الكنافه. بتفردي الكنافه كده في السمنه، نعمل جزء متساوي كده، وتبداي تضغطي عليها بايدك، ما تخليش فيه كتل، خليها كده شعيرات هشه. السمنه هتخليها تتماسك مع بعضها، فانت تفركيها لما ترجع تاني مفروكه زي ما كانت. وبعد كده نبدا نفردها في الصينيه، نفرد كده كل الارضيه بتاعه الصينيه، ونيجي بقى للجوانب بتاعتنا نعمل زي حرف كده على جنب زي ما احنا شايفين كده. بعمل بايدي الحرف ده. الحرف ده هو اللي هيخلي الحشوه الكريمه بتاعتي لما تدخل الفرن وتسيح ما تطلعش من الجوانب، يعني ما تلاقيهاش اسمها ايه دي، اللهم صل على النبي، باظت كده، اسمها ايه مش فاكره يعني. المهم يعني ما تلاقيش الكريمه طلعت من الجوانب بتاعتك، وتلاقي الحروف كده بتاعتها بقت الكريمه في النص كده، وحاجه روعه. فاهم حاجه تهتمي بالجوانب بتاعتنا، وفي نفس الوقت الارضيه بتاعتنا تكون متساويه عشان ما تطلعش برده من ارضيه الكنافه، تبقى الكريمه يعني جواها تماما، ما تخرجش من اي جنب. بجيب بقى كميه الكريمه بتاعتي وابدا افردها. بصوا القوام بتاعنا كريمي ازاي. انا القوام ده اللي عايزاه عشان وانتي بتاكليها تلاقيها كريميه، ما تلاقيش بقت حته بلاستيك كده بتقطميها. احنا عايزين كنافه تبقى تحفه، فعايزين ناكل كريمه جواها كريمي كده وتحفه ولذيذه وطعمها حلو، فما تبقاش شبه البلاستيك، فتخليها كريميه كده، وهي هتبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. امشي بس على نفس الخطوات وهتلاقيها جميله. بنجيب بقى الجزء اللي اتبقى معايا من الكنافه. احنا في الجزء اللي من تحت ده بنحط حوالي تلتين الكنافه، او اكتر كمان من تلتين، 3/4. الجزء اللي من فوق كده حاجه بسيطه تبقى على الوش بنفردها بايدينا، احنا مش هندوس تاني ولا هنضغط تاني. الارضيه ضغطناها، انما اللي من فوق ده هنرش رش كده ونسويه بايدينا، وما تضغطيش عليه خالص. عارفه لما تكوني بتضغطي على ازاز خفيف خايفه يتكسر،
يكسر هو ده. احنا يعني مش عايزين ندوس جامد عشان ما تفضلش الكريمه تطلع معايا من كل الاتجاهات. احنا بنساوي بس كده بايدينا ونساوي شكل الوش، وبتبقى عندي تحفه زي ما احنا شايفين كده. طبعا بتكوني مسخنه الفرن بتاعتك كويس قوي، وتدخلي الكنافه ديت في الفرن، هتطلع معاكي تحفه. اول لما تلاقيها خدت لون زي كده والكنافه اتحركت من الصينيه ما بقتش لازقه فيها كده، هي استوت من فوق ومن تحت واخدت اللون التحفه. بجيب بقى الشربات بتاعي واسقي بيه الكنافه ديت. طبعا الشربات بيبقى بارد والكنافه سخنه بتلاقيها عملت تش، هو التش ده نجاح الكنافه. تغطيها وتسيبيها. طبعا الصينيه الاولانيه ما قعدتش لان هي زي ما قلت لكم دي كانت هديه، فزينتها وركنتها، مش هنعرف نقطع ولا نعمل فيها اي حاجه، هنشتغل في الصينيه دي. بعد ما الكنافه بتتشرب كل الشربات بتاعها بنمسكها بقى، بتكون هديت شويه نقلبها، وبعد ما نقلبها نديها معلقتين شربات من على ظهرها كده، نلمعهم بيها ونوزعهم بالسباتيولا زي ما شفنا دلوقتي وانا بوزعهم. بعد كده رشه اي مكسرات عندك، اي مكسرات، جوز هند، زبيب، اي حاجه ترشيها عليها. ما عندكيش، مش متوفر امكانياتك، مش مشكله، هي كده والله العظيم زي العسل. ترش بقى الرشه ديت وهي مع الشربات هتلاقيها تماسكت، ونبدا بقى نقطع، وممكن نبرد في التلاجة وتطلع معانا سمك الكريمه يجنن، طعمها تحفه. انا اديتك كل التفاصيل، تفاصيل ازاي تبقى حلوه وازاي تبقى سكرها معتدل، والتسويه بتاعتها، الرصه بتاعتها عشان تطلع ممتازه. حقيقي حقيقي كنافه تحفه، طعمها جنان. انا عايزه اقول لكم بجد اللي اكلوها ما يعرفونيش شخصيا وما كانوش مصدقين ان هي كنافه بيتي. تمام، فاعمليها وعلى ضمانتي وثقه في الله ان شاء الله نجاح. كنافه روعه، طعمها جنان، تكلفتها مش عالية، تكلفتها كويسة جدا بالنسبة لارتفاع الأسعار اللي بقينا فيه. فالتكلفة بتاعت الكنافة ديت بجد حلوة قوي وبجد مميزة جدا، والطعم روعة. وما تنسونيش في لايك ومتابعة ودعوة حلوة. أقول لكم سلام.